ده الصوت بتاعه الطبيعي. لما تفكر تشتري عربيه رانجلر كده وتدي لها عضلات كده وتضخمها، نفس الفكره بالظبط لما تفكر تشتري موتوسيكل وتدي له وضعه وتضخمه. معانا الموتوسيكل الياماها الام تي 10. الموتوسيكل ده يا جماعه بعضلات من الاخر كده فلته. تعالوا بقى نتفرج عليه، يلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم مش على الياماها الار 1، لا، على الياماها الام تي 10. الموتوسيكل ده يا جماعه لو انتوا فاكرين الريفيو اللي احنا صورنا عليه بتاع الياماها الار 1، والله العظيم ثلاثه انت راكب ار 1 بس على ستريت فايتر. ما بالك كميه الرعب اللي انت ممكن تتخيلها ان انت بقى لما تكون سايق ريس زي الياماها الار 1. لكن متخيل بقى ان احنا لما نشيل الموتور ده ونحطوه في موتوسيكل ستريت فايتر بجادون مسطره، احيه 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 على الرعب يا جماعه. الموتوسيكل اللي قدامنا ده موتوسيكل 2019 افراج لسه نازل، يعتبر ده تاني واحد في مصر موجود. هو موجود في موتو زون في اسكندريه. قبل كده اتفرجت على الفيديو بتاع الياماها الار 1، وطبعا هحطه لكم برده في الديسكربشن تحت عشان تتفرجوا عليه. لو جينا بدانا من الوش لقدام هتلاقوا ان هو الناس دي مهتمه قوي، يعني مهتمين جدا بموضوع اللينسات. حتى في الار 1 كان عندهم لينس يمين ولينس شمال، نفس الموضوع هنا بس ملبسينه ماسك كده على خفيف ومعريينه من قدام. لكن الموتوسيكل ده عبيط بمعنى الكلمه. هنيجي بقى نتكلم على المساعدين اللي قدام. هنلاقي المساعدين مقلوبه، فرامل اي بي اس وتراكشن كنترول، والجنط الامامي هنلاقيه 17. هنلاقي برده 2 اسطوانه ديسك، فمعنى الكلام ده ان الفرامل بتاعته قويه. من الحاجات بقى اللي هتخضنا هنلاقي هنا عندنا 2 ريداتير. طبعا الريداتير ده كلنا عارفينه، ده ريداتير ميه، والريداتير اللي تحت ده تبريد زيت. يعني الموتوسيكل ده على 2 ريداتير، واحد بتاع ميه والتاني بتاع زيت. من الحاجات بقى اللي برده هتخضنا هنبص هنلاقي هنا الهوايات، وده الهواء اللي داخل للفلتر بتاع الهواء. وبرده هناخد بالنا هنلاقي برده فيه هنا هوايه متصله داخله للشاسيه عشان التبريد. طبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم ان الموتوسيكل ده ما بيسخنش خالص، لا طبعا انا كداب. الموتوسيكل ده بيولع بمعنى الكلمه، لان الموتوسيكل ده لو انتوا فاكرين، والناس الشطار قوي اللي كانوا فاكرين ان الموتوسيكل الياماها اللي احنا كنا مصورين عليه كان الموتور بتاعه ايه؟ 4 سلندر كروس بلين. الموتوسيكل نفسه كروس بلين. يعني ايه؟ يعني الموتوسيكل ده عبيط في السخونيه وعبيط في الجري. تيجي نسمع الكروس بلين كده والصوت بيقول ايه؟ يلا بينا. ده الصوت بتاعه الطبيعي، ده كده وهو واقف كده طبيعي. طب نسمع بقى ونشوف بيقول ايه. هو مفيش صوت، هو في طرقعه وضرب نار ورشاشات. يعني انت لو جايه معاك بموت خلصانه مع الياماها الام تي من الاخر. فالموتوسيكل قدامنا ده 1000 سي، الموتور بتاعه نفس موتور الار 1 كروس بلين. الموتوسيكل قدامنا ده بيطلع هورس باور 165. فموتوسيكل طبعا الاكسلريشن بتاعه عالي جدا، وهتحسها بالذات في الموتوسيكل ده يمكن عشان الموتوسيكل ده اخف ومن غير فبر من قدام. فانت زي ما انت شايف انت قاعد راجل برنس، وقاعد حاطط قدامك جادون مسطره عالي، فانت قاعد مستكيف وعندك اكسلريشن عالي جدا. هنلاقي ان الكرسي الخلفي هو نفس الكرسي بتاع الامامي، يعني الامامي والخلفي هو حته واحده، ولكن هتلاقي هنا حته صغننه كده عشان الباك سيت لو انت قاعد. يعني هنلاقي هنا الجزء ده كله فايبر، وفي هوايات هنا. طبعا هنا تانك البنزين 17 لتر التخزين، واللون بتاع الموتوسيكل ده مميز جدا، لون ازرق في اسود. طبعا الموتوسيكل نازل بفولي اكزوست. بص يا عمرو، انزل تحت عمرو، دلع الناس. شايفين الكلام ده اللي بيطلع النار يا جماعه، فولي اكزوست اكرابوفيك. وهتلاقي هنا حتى حاطين برضو على المساعدين الستيكر بتاع الاكرابوفيك. مش عارف الاصرارات دي مضايقاني قوي. يعني الموتوسيكل دافع فيه فلوس، متخيل ان انت تدفع 325,000 جنيه وفي الاخر يحط لك اشاره شبه دي؟ ايه يا عم في ايه؟ ده البنيل يا عم حاطين اشاره اضخم من دي، ما تبقوش كده يا جدعان بتستهدوا بينا. طيب وحاطين طبعا هنا سلايدرات اوريجينال برضو، والوش ده تعديل. من المنظر الخلفي هنلاقي هنا شكل الديل
جاي فبر وبعد كده منتهي على شويه متضلعات، على شويه اكشنات. تعالى كده عمرو قرب كده وريهم التفاصيل، وهنلاقي ان الفانوس طاير كده لورا. الجنط اللي ورا طبعا جنط 17، وبرده اللي قدام 17. الفرده الخلفيه 190، وطبعا الموتوسيكل براند نيو. يعني انت لو حابب تركب حاجه جديده، الموتوسيكل ده هنيجي بقى هنا عند العداد. ايوه خش عليا بالمود. ادي عندنا المود 1 و2 و3، وعندنا هنا البنزين والسرعه، وطبعا الحراره عشان احنا كنا مدورينه دلوقتي فهو بيهدى. تعالى بقى عمرو اوريك حاجه مستخبيه. تعالى كده لف لف لف، صور لي الجزء ده. شايفين ايه ده؟ لو اخدتوا بالكم ده مساعد اتزان، ده اللي بيبقى راكب بره على الجادون اللي انا صورته لكم في الموتوسيكل السي بي والكوازاكي، ولكن ده نازل اوريجينال. الموتوسيكلات اللي احنا صورنا فيها كان حاجات متعدله، يعني انت موتوسيكل ممكن تشتريه وتعدل عليه، لكن هنا هو نازل اوريجينال في مساعد اتزان. شايفين اهو وانا بلف اهو، شايفين مساعد بيضم. طبعا ده ممكن تخليه سوفت هارد عشان خاطر موضوع الغربله، او عشان لو اخدت نقره ولا اي حاجه برضو يبقى الجادون ما بيلعبش معاك قدام ورا. فالمهم قبل اي حاجه اللي انت لازم تبقى انت عارف حاجه، يعني الحاجه اللي انت راكبها دي حاجه قويه جدا، مش حاجه ما تستهزأش بيها. لان الموتوسيكل اللي قدامنا ده من فعلا من الحتت النوادر ان انت تبقى راكب حاجه زي دي، حاجه كبيره، حاجه. طبعا الموتوسيكل ده وزنه 217 كيلو، برضو موتوسيكل مش خفيف يا جماعه، زي ما انتم شايفين بجد انا مش بهزر. الموضوع الموتوسيكل فعلا شبه الدبابات اللي هو ايه، صح؟ يعني عايزك تقول يا عمرو كده رايك معلش معايا. شايف ان هو تفاصيله تحس ان هو متخربش كده، اللي هو ايه مضلع، تحس فيه دواخل وطوالع، فاهم الموضوع كده؟ في كميه غيظ الموتوسيكل غيظك، فاهم قصدي؟ اللي هو انت مش فاهمه يا عم، انت عايز مننا ايه يعني؟ بص في داخليات كتيره، بص فتحات هواء هنا نفس الكلام. بص هنا برضو عند القربه بتاعت الريداتير هنا هنلاقي ان الشاسيه من ورا برضو على مواسير شكل شيك جدا. الاسترزات، علبه الجخمان شكلها شيك. موتوسيكل انت فعلا انت بتقتني حاجه نظيفه وجديده، ودي من الحاجات بقى اللي انا كنت بتكلم عليها، ان انت الموتوسيكل ده من الحاجات برضو المميزه جدا. لو انت حابب ان انت تقتني موديل كويس وحاجه مميزه، فانا ارشح لك لو انت بتدور على ستريت بايك ارشح لك موديل زي ده. طبعا احنا قدامنا حاجات كتير جدا في الستريت فايتر، ولكن احنا بنتكلم على الحاجات المميزه. لما انا عايز ابقى راكب حاجه بوم طخ ما حدش راكبها، في ناس كتير قوي بتبقى بتحب حته التميز، زي اللي يشتري عربيه يشتري ليها نمر مميزه. هتقول له انت تدفع 400 و500 الف جنيه ليه؟ هو بيحب التميز، ده شخص بيحب ان هو يبقى حاجته مميزه. زي ممكن واحد يشتري عربيه مش موجود غير مثلا 2 في مصر، هو حابب ان هو يشتري حاجه مميزه. فبرضه وطبعا في ناس كتير عندها موتوسيكلات برضه من نوادر، وعشان كده بقول لكم لو اي حد بيتفرج عامه على الريفيوهات بتاعتنا يبعت لنا بقى او يكلمنا على الارقام او على الايميل، يقول ان هو مثلا عنده معرض كذا او يتواصل معانا، واحنا ان شاء الله هنجي لكم يعني زياره ونصور الموديلات دي كلها. وانا عارف طبعا السعر يخض شويه، 325 الف جنيه موتوسيكل افراج. طبعا لو انت عايز تسال عن الموتوسيكل هو موجود في معرض موتوزون في اسكندريه في العسوي، برضه هسيب لكم العنوان بتاعه ديسكربشن، او انتوا اكيد اخدتوا بالكم من الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده، هتلاقي برضه من الموتوسيكلات النوادر بتبقى في المعرض ده. ودي الحاجه اللي بتميز المعارض عن بعضها، ان دايما صاحب البيزنس هو بيجيب الموديلات المميزه. خليني اقول لك قبل ما تنهي الفيديو، خلي بالك على نفسك والبس سيفتي جير واهتم بالموضوع، لان الموضوع ما فيهوش ريسك. لا احنا بنقول ان هو مليان ريسكات. مفيش حد سواق حتى لو شاطر ما بيقعش، والجو اللي بنقول عليه ده لا، الخطر موجود في اي وقت. فانت حابب تركب موتوسيكل، وبالذات دايما انا بهتم قوي بحته ان انا بصور حاجه ياباني، اتكلم عن موضوع السيفتي، لان انا عارف الموتوسيكلات دي شياطين. فانت حاول على قد ما تقدر ان انت تستخدم الموتوسيكلات دي خيرها مش شرها. ودايما ان شاء الله نشوفكم في احسن حال. يلا معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكل.